سواء في الاسكندريه او خارج الاسكندريه بيقوم بها، نقدر نقول ان هو هاوي التصوير. نرحب بالطالب سامح علاء الدين مشالي. اهلا بيك يا سامح. سامح، انا عايزاك تعرف الساده المشاهدين بيك اكتر. طالب في ايه وبدات هوايه التصوير امتى؟ وانا طالب في كليه الحقوق جامعه اسكندريه. يعني بهوية التصوير من وانا تقريبا من اكتر من 5 سنين. بدات اوثق الاحداث يوم، يعني بدات بعد الثوره مباشره اوثق في الاحداث، لان وقت الثوره ما نزلتش قوي بالكاميرا عشان الكاميرا اللي كانت معايا بدايه تصوير موبايل وكده. فبس بدات بالموبايل، وبعد كده قررت ان انا اتوثق بكاميرا احترافيه شويه. بدات ابقى متواجد في الاشتباكات في اول صف، اصور اخد صور يعني فضلت للتاريخ فضلت للثوره وهكذا. ده اللي اقدر اعمله ان انا ببقى موجود في الحدث. طب يا ريت نوجه اللابتوب للكاميرا علشان نستعرض مع الساده المشاهدين بعض الصور اللي انت صورتها. تمام. دي الصوره دي كانت انا هعرض النهارده مجموعه الصور بتاعت اليومين اللي فاتوا يا دوبك. تمام. الصوره دي كانت اول امبارح في المليونيه بتاعت 25 يناير، احياء ذكرى الثوره. والمليونيه دي كانت استكمالا للثوره مش احتفالا بالثوره. دي كان داعيه لها القوى السياسيه كلها في قائد ابراهيم. دي ظاهره العدد اللي واضح في الصوره كلها. دي اول صوره. تمام. ننتقل للصوره الثانيه. الصوره الثانيه دي كانت صوره متظاهر كان وسط الضرب، كان وقت الاشتباكات كلها كان واقف شايل على ظهره شايل يافطه مكتوب عليها اليأس خيانه. رساله كان كل ما الناس تشوفها كل ما كانت تفضل موجوده، كل ما كان يعني حماسهم بيزيد، يحسوا ان الدخان مش مؤثر فيهم وكده. تمام. الصوره دي كان برضو من يومين. كان فيها اظن باين جدا الراجل سنه كبير، وكان الغاز كان مؤثر عليه. وكانت جنبه سيده برضو سنها كبير، وكانت هي برضو بتحاول تديله خل عشان خاطر عينه. الكلام ده كان في اول صف تقريبا، لان الضرب بدا الغاز اول ما المظاهره وصلت، يعني حتى ما كانش لسه في حاجه حصلت. الصوره دي يعني كانت واحد متظاهر. الصوره دي انا واخدها من اول صف تقريبا، وبسببها خدت قنبله غاز في رجلي. ده كان واحد كان قبض عليه الامن، خده من وسط متظاهرين وسحله، وباين جدا ان هو بيتسحل على الارض، وباين جدا اللي بيحصل فيه، مش محتاجه تعليق اكتر. الصوره بقى في كلمه. دي كان قنبله غاز اتحدفت على المتظاهرين، فواحد مسكها بايده ورجعها للامن. فكان ضابط الامن شاف يعني هو طالع من وسط الدخان زي الشبح. الصوره دي كان اخذت انتشار عملاق يعني على شبكات التواصل الاجتماعي. بتبين كثافه الدخان. لا بس دي على الضابط نفسه. على الضابط. هو مش مؤثره معاه، بس هي شكل الصوره ان هو طالع من الدخان. الصوره دي كان واحد في وسط الضرب جايب كرسي وقاعد حاطط رجل على رجل ورافع ايده. يعني بيقول لنا ان يعني الشعب يقدر يعمل اي حاجه، يعني ما يهموش طول ما يهموش حاجه، سواء اتفقنا او اختلفنا مع اللي بيحصل. الصوره دي بقى فيها رسائل كتير قوي. الصوره دي فيها 3 جنود مولعين بالمولوتوف، وده مش صح. وزي وعلى الجنب جندي بيصوت او جندي شايفهم وبيصرخ ومش قادر يعمل ايه، بيلطم على وشه. وظابط ماسك البندقيه بيضرب بيها عمودي على الناس. الصوره دي بتلخص تقريبا كل يعني الظلم اللي فيه البلد. الناس مش عارفه هي بتعمل في بعض ليه يعني. الضابط بيضرب، والعساكر اللي هي حرام يحصل فيها كده مولعه، بينما في واحد هياخد القنبله دي في صدره، لان القنبله دي مش مضروبه 45 درجه لفوق. فالصوره دي لخصت حكايات كتير قوي وخدت انتشار كبير الفتره اللي فاتت دي. دي صوره كان واحد شايل كاوتش محروق بايده ورايح بيعمل سحابه دخان عشان ما يتشافش الصفوف الاولى من اشتباكات. ده كان اول صف برضو تقريبا. الصوره دي كانت في غزه. يعني انا حبيت احط الصوره دي. من امتى؟ الصوره دي في القافله الاخيره لغزه. كان في الصوره دي كانت بنت صغيره كان والدها واقف جنبها. كان وقت الحرب في غزه، كنت موجود مع مجموعه من الشباب المصريين اللي راحوا كسروا الحصار لاول مره بمبادره شعبيه. يعني دي صورها كتير جدا القافله دي. بس الصوره دي اللي استوقفني فيها ان البنت شكلها بريء جدا ومش ذنبها حاجه في القصف، والبنت اتصابت وكانت بتموت ووالدها قاعد جنبها عمال يعيط. في صوره تانية برضو بس للاسف مش موجوده معايا دلوقتي. كان ولد صغير بص لي في الكاميرا ضحك وتوفى واستشهد في ساعتها يعني. يا حول. يعني دي مأثره فيا جدا. الصوره دي كانت في محطه مصر
في محطه مصر هنا في اسكندريه كان في اشتباكات ما بين الامن والمتظاهرين بعد موضوع ان الشباب راحوا يعملوا تضامن مع قطر البدرشين، بس الموضوع اتطور وحصل اعتقال لشباب كانوا موجودين وكانوا واقفين قدام القطر، حصل مشكله او خلافه، فالناس راحوا واقفين هناك فحصل مندسين وكده، فالموضوع بدأ ضرب ما بين بعض. الصوره دي كانت هناك، دي كانت ايام وقعه حرق المقرات. الصوره دي وكان معايا مجموعه صور تانية، دي صوره معبره عن حرق المقر اللي كانوا مولعين في الورق والحاجه، هي مجموعه صور تانية كانت قدام المقر زي كعوب دفاتر الشيكات كنت مصورها، زي الحاجات اللي لقوها في المكتب بتاع الابراهيميه وخلافه. كانت وقتها دي كانت يوم برضو حرق المقرات، كان الناس دول كانوا تبع الاخوان، كانوا واقفين ماسكين عصيان ويعني هم كانوا موجودين وبيضربوا، كانوا واقفين. ده يناير 2011؟ لا السنه دي. السنه دي؟ لا انا حبيت اعرض يعني حبيت اعرض حاجتين النهارده، الحاجات اللي حصلت في الفتره الاخيره وبدايه الاحداث، يعني كل اللي احنا فيه ده بدايته كان موضوع حرق المقرات وخلافه. يعني ده بدايه الفتنه في الاول خالص. دي كانت بنت طالعه من المدرسه بتهتف قدام محاكمه من المحاكمات، كان جايه بهدوم المدرسه الساعه 3، طلعت من المدرسه وقفت قدام المحاكمه. البنت دي على طول بشوفها بتهتف في المظاهرات وموجوده، يعني من النشطاء المعروفين في اسكندريه يعني. دي كانت صوره خدتها القاهره بالليل. دي في واحده زيها الاسكندريه، يعني صور متنوعه. دي في واحده واخدها الاسكندريه، واخد كورنيش البحر كله، بس للاسف برضه مش دي كانت الاحتفال باحياء ذكرى شهداء القديسين. ايام ما كنا شعب واحد كلنا، قبل اللي يحصل ده كله كنا احنا كلنا شعب واحد، بنحب بعض، مفيش فرق بين مسلم ومسلم. دلوقتي مفيش فرق بين مسلم ومسيحي، دلوقتي في فرق بين مسلم ومسلم، يعني المسلم بقى متصنف 3 حاجات او 4 حاجات. فكنا كلنا واحد. اعتقد اليوم ده احنا يعني شبه استرجعنا الروح دي شويه، كنا بنحتفل معاهم كلنا. وعدد كان علم مصري، علم مصر بيضم ما بين جامع وكنيسه، ممتد ما بين مسجد شرق المدينه وكنيسه القديسين، مش كده؟ والطريف في الموضوع ان عدد المسلمين اللي كانوا هناك كانوا يعني اكبر من عدد اخواتنا المسيحيين، يعني دي كانت حاجه جميله جدا، وكان الروح جميله جدا وقتها. حتى جوه الكنيسه ذات نفسها كان في مسلمين كتير جوه. قابل واحد صاحبي، ازيك يا محمد، ازيك يا اسلام، ازيك يا كذا. دي مجموعه الصور، دي مجموعه الصور اللي اتعرضت. في حاجه تانية؟ لا هم دول بس. انا عايزه اتكلم عن ازاي بتحمي نفسك وانت في المظاهرات او في الاشتباكات. هو في الاشتباكات اول حاجه، في حاجه لازم يبقى كل مصور معاه، اللي هي قلبه، لان هو لو بيخاف هيرجع ورا، ولو رجع ورا مش هياخد صوره حلوه، واللقطه لو عدى وقتها مش هتتاخد تاني. فهو اول حاجه لازم يبقى قلبه جامد، ان هو يقدر يبقى واقف قدام ويبقى عنده قضيه يوصل بيها الصوره. يعني لو هو ما عندوش قضيه نزل عشان خاطر يصور عشان يبيع صوره او خلافه، عمره ما هيضحي بنفسه. دي اول حاجه. تاني حاجه لازم يبقى معاك بقى اللي هي وسائل الحمايه الشخصيه. انا عايزه اتكلم ماسك الغاز، ماسك. انا بلبس على نفسي ماسك غاز، بلبس نضاره واقيه عشان خاطر لو طوب او حاجه، وخوذه. هو واقف قدامه بس بيجي برضه ما بتحوقش مع الغاز كتير، بس بتيجي بقى مزود عندي حاجه، بلبس جوانتي غاز. وده نفعني الفتره اللي فاتت، لان عدد القنابل كان كتير قوي. في قنبله وقعت في وسط المصورين او في وسط الناس، دخلت جبتها وجريت بيها. حتى في مصور المصري اليوم، واحد صاحبي وواحد تاني واخدين لي صوره وانا ماسك الكاميرا في ايد وماسك قنبله الغاز بايد بحدفها بعيد. دي كانت صوره يعني بعتز بيها. يعني الصوره دي اتاخدت لي في اخر فتره يوم الجمعه. انا عايزه اشوف الاحداث بتاعه اسكندريه بعيونك كشاب سكندري. اسكندريه ليها طابع خاص. اولا ثقافه اسكندريه متعدده، بتخلي الاحداث فيها احداث راقيه شويه، مع احداث العنف اللي بتحصل فيها، بس احداث اسكندريه بتبقى احداث راقيه شويه. الرقي اللي فيها ده نبع من طبيعه الشعب الاسكندري. احداث اسكندريه كان دايما اللي بيبقى متسبب فيها الغضب. رقي ازاي يا استاذ سامح؟ رقي ازاي؟ رقي قليل لما تلاقي احداث عنف في اسكندريه. تمام. احداث العنف اللي حصلت في اسكندريه تتعدى على يعني على ايه 3 احداث او 4 احداث يعني. وما كانتش بتقعد زي ما كانت بتقعد القاهره، وكان بيبقى التعبير بحاجات يعني تقدر توصل الناس اكتر، سواء سلاسل ثوره سواء كان احتجاجات. لكن اللي هي الاحتجاجات اللي كان فيها زي
تخريب كتير او الحاجات اللي اتضر فيها مظاهرين كتير ما تلاقيهاش. يعني بتكون اقل حده من باقي لا مش حده. امال مش ايه حده. طيب؟ بتبقى يعني الحدث معمول عشان خاطر يوصل رساله معينه. مفيش حدث بيتعمل كده وخلاص، مفيش فاعليه. حتى صور اسكندريه بيعملوها فاعليه كده وخلاص. بيعمل الفاعليه عشان يوصل رساله، زي وقفه احتجاجيه، سلسله. النشطاء بتوع اسكندريه دايما ما بيحبوش يلجأوا للعنف. يعني العنف ده بيبقى عندهم اخر حاجه يوصلوا رسالتهم، حصل اعتداء عليهم يردوا العنف. لكن عمر ما نشطاء اسكندريه او عمر ما صور اسكندريه شفتهم في حياتي لجأوا للعنف كبدايه. يعني تفتكر حضرتك يعني اول موضوع العنف كان مورس كان 28 يناير. قبلها طبعا كان في المحكمه اللي هي محاكمات وخلافه، محاكمات القتله خالد سعيد وخلافه، دي كان فيها عنف من قبل الامن بس ما كانش فيه رد. يوم 28 يناير اعتقد ان ده كان غضب عام، ده يحتسب في اسكندريه. بعديه احداث المديريه ما استمرتش كتير. المديريه الاولى والمديريه الثانيه، بعديها مواقع حرق المقرات، دول اللي بيتعدوا الاحداث الشغب اللي حصلت في اسكندريه. غير كده ما اعتقدش ان ممكن اسكندريه يعني حصل فيها شغب او عنف غير مبرر يقدر يقول ان الاسكندرانيه يعني بيجرموا في افعالهم او في التعبير عن غضبهم. طيب الايام الماضيه ومنذ قليل في الحلقه شفنا فقره مسجله لاحداث الاسكندريه بالامس. هناك اشتباكات مش معروف فيها هويه مين، يعني كله بيضرب في كله. انت كنت موجود في وسط هذه أيوة كنت موجود الاحداث. انا عايزه تحليلك ورؤيتك، يعني ايه اللي بيحصل علشان العنف بيبتدي؟ هل مندس؟ وانت ازاي بتعرف ان هو مندس؟ يعني نفرق الاول من الاشتباكات. الثلاث ايام اللي فاتوا كان فيهم اشتباكات مختلفه. اول حاجه يوم احداث المنشيه الفتره اللي فاتت. احداث المنشيه في فيديو انا كنت مصوره. الفيديو ده بيوصف اللي حصل في المنشيه وقتها بالظبط. الفيديو فيه يعني يقال ان هو ضابط، وناس كتير قالوا ان هو ضابط بيوجه المخبرين بتوعه من ناحيه المنشيه زي مدني او بيضرب نار. الفيديو ده نشر على كذا قناه برضو، كنت انا مصور. بيضرب نار ناحيه الناس والمخبرين، ده بالليل ساعه حرق المنشيه. بيضرب نار وبيجري وراهم بيجيبهم وبيرجع، يعني مخبرينهم بيجيبوا الناس وبيرجعوا. ده كان وقت اللي اتقال فيه ده حرق المقرات. فكان في يعني دايما بيبقى فيه مندسين بس مش من قبل المتظاهرين. تمام. وساعات بيبقى في ناس تعبيرها عن غضبها قليل، يعني ما بتقدرش تعبر عن غضبها زي اي حد عادي او كده. تعبيرهم عن غضبهم في انفلات في الاعصاب، يعني انفلات في الاعصاب، يعني بيبقى جزء من الخطأ بيبقى عندنا، بس بيبقى ما بيتعداش مثلا 20 فرد او 10 افراد. مش حاجه ظاهره. بس الناحيه الثانيه بيبقى فيه اللي موجود ان هو يخلي دول ينفلتوا في وسطنا. يعني في الناحيه الثانيه، من الناحيه الثانيه ما انا بقول لحضرتك في ضابط كان بيضرب وكان معاه مدنيين. يعني يوم المنشيه الثاني انا لاحظت ان ما كانش فيه بزي عسكري غير تقريبا ربع الوحده اللي كانت موجوده الصبح. الباقي كله كان بزي مدني. والكلام ده متوثق مين اللي حرق. انا عندي متوثق تماما مين اللي حرق. يا ريت في لقاء تاني يكون معانا هذه لا هو الفيديوهات والله هو كان متاح النهارده فيديوهات. كان ممكن اسلم الفيديوهات وممكن بره بعد ما اخلص اسلم الفيديوهات دي للقناه. طب خلاص. انا بشكر في نهايه هذا اللقاء الطالب سامح علاء الدين مشالي. بشكرك. بنتمنى لمصر السلامه وبندعو الله سبحانه وتعالى ان يحفظ مصر. ليس في ايدينا لا نملك سوى ان ندعو الله ان تمر الامور على خير، لان الامور بتتصاعد مش عارفين مين اللي مسؤول. ربنا يحفظ مصر ويحفظ شعب مصر بوحدته ان شاء الله. بنصل الى ختام ليك كلمه. اتفضل. الكلمه الاخيره بس. هو المسؤول حاجه واحده بس، يعني المسؤول عن الموضوع ده حاجه اللي فرق الشعب طوائف. انا كنت في الاتحاديه في بدايه الضرب، ويعني وشفت بدايه الضرب من الطرفين. المسؤول عن الشعب اللي ما طلعش وقت الاتحاديه واتكلم. المسؤول عن الشعب واللي حصل في الاحداث دي اللي ما جرمش اللي حصل قدام الاتحاديه، اللي ساب ناس كتير ماتوا. الرئيس قصدك؟ الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهوريه هو السبب في كل اللي حصل. هو بيتعامل مع شعب مصر كانه شعب من بره، هو بيتعامل مع اهله وعشيرته فقط كانهم هم الشعب اللي موجود في مصر. ده نقطه مفروغ منها. النهارده الصبح وسط الاحداث دي كلها قال ان هو عنده مبادره سلميه لحل مشكله مالي. الرئاسه وخلافه ان هي عندها مبادره سلميه لحل مشكله مالي، بينما احنا عندنا مشاكل اكتر من كده ما استلزمتش في بورسعيد غير
تويته 140 حرف من الرئيس للتعزيه في الشهداء. بشكرك يا سامح. وبنصل الى ختام حلقتنا النهارده من صباح الخير يا بحر لأسرة يوم الأحد، على انتظار باذن الله يوم الأحد القادم الى ان نلتقي. لكم منا ارق التحيه.